الناس بتقول مالين ضاعت، بس يمكن الحقيقة أبشع من كده بكتير. مالين ما ضاعتش، احنا اللي ضيعناها بإيدينا، بس يمكن من غير ما نحس. انتوا فاكرين لعبة بنك الحظ؟ فاكرين شريط الكاسيت وهو بيلف؟ طب حتى وهو بيسف، لعبة الدبور اللي كانت بتجري على الأرض حوالينا، السلم والتعبان اللي كان بيجمعنا كلنا حوالين ترابيزة صغيرة، الشطرنج، الطاولة ما بين الصحاب والأحلام، كولونيا 3 5. أنا كنت فاكر إن ريحة الطفولة دايما، بس الطفولة نفسها راحت. طيب الأكتر من كل ده، فاكرين كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا سعد نبيها؟ في نفس يومين العيد دول كان بيفضل قلبي متعلق، يمكن عم سعد نبيها يجي. الحاجات دي ما كانتش مجرد لعب، الحاجات دي كانت حجر أساس لكل لمة وحكاية. كنا بنتجمع حوالين الحاجات دي مش علشان كانت غالية، بس علشان كنا مع بعض. مش بس كنا بنتجمع حوالين شاشة، احنا كنا بنتجمع حوالين روح. وانا نفسي نرجع ده من تاني، نرجع كل ولادنا واخواتنا لطعم زمان، علشان نخلق جيل متكامل زي جيلنا، جيل يعرف يعني ايه مشاركة ومسؤولية وضحك وعيلة، جيل عارف هو مين وقيمته ايه وعايز ايه وثقافته الأصيلة والأصلية ايه. عايزين نرجع الفن لأصله من تاني، ثقافتنا الأصيلة احنا اللي نقدر نفرضها، ما نسمحش لحد يفرض علينا ثقافة غريبة عننا أصلا. أنا محمد هشام، ومعاكم بإذن الله هنرجع لمة العيلة من تاني، ونرجع لأخلاقنا وثقافتنا من تاني، ونرجع الوطن من تاني. هنرجع مالين من تاني؟ أيوه هنرجع مالين من تاني، مالين اللي بتمثل القلب النابض لكل بيت مصري وعربي. مالين الحقيقية هي حكاية وطن. أنا مامة ماكلين ومالين. ماكلين عندها 8 سنين، ومالين لسه في بداية كلامها. في يوم كنا في النادي زي أي يوم عادي، وفجأة مالين اختفت. دورنا، نادينا، ما لقيناهاش، لأن ماكلين ما رضيتش تدي لأختها الدبدوب تلعب بيه وتعمل معاها مشاركة. بس ماكلين رفضت تستسلم، قالت لي مش هسيب أختي حتى لو تحدي صعب، ده أصعب تحدي في حياتي يا ماما. أنا عايزة أختي ترجعلي وهديها كل لعبي وكل حاجتي. بس الحقيقة أنا مش لوحدي، كل أم فيكم عندها ماكلين ومالين في بيتها. كل أم نفسها تشوف أولادها متعاونين، بيكتشفوا، بيضحكوا مع بعض بعيد عن شاشات العزلة. اللي جاية مش مجرد تحدي، دي بداية جديدة لبيوت كتير، وعلشان كده يلا نرجع هويتنا من تاني. دي مش مجرد حكاية، دي تجربة حقيقية هتعيشوها. اللي حصل في الحكاية حصل فعلا، بس مش لواحدة بس، ده بيحصل حوالينا كل يوم. بنت ضايعة، ولد ضايع، قيم منسية، ذكريات بتتسرق واحنا سايبينها. انتوا عارفين العود المكسور ده؟ العود ده مش هو اللي اتكسر، احنا اللي اتكسرنا من جوانا، احنا اللي نسينا نعزف على نغمة أصيلة كنا حافظينها. ويمكن آن الأوان نرجع كل حاجة كانت بتلمنا، ثقافتنا، تراثنا، وأهم حاجة إحساسنا ببعض. احنا لما بنشوف بنت تايهة في حكاية بنتحرك بسرعة، لكن في الحقيقة في بنات ضاعت بجد. مش بس ضاعت، دول فرقونا زي ما حصل في محافظة المنصورة. والحقيقة إن في ناس نسيت،
بس أنا مش قادر أنسى إن في بنت ضاعت في وسط الناس، والناس واقفة بتتفرج أو بتصور، مش علشان جواهم قسوة لأ، لكن لأن اللي ضاع منهم قبله كان أغلى وأعظم بكتير. ضاع الإحساس، وضاعت الشهامة، وضاعت الثقافة، وده اللي إحنا محتاجين نرجعه من تاني. قبل ما نرجع مالين لازم نرجع نفسنا. الحقيقة إن دي مش نهاية فيديو، دي بداية رجوع حقيقي، رجوع حقيقي من القلب، رجوع لذكرياتنا، لولادنا، لروحنا. القناة دي معمولة علشان نرجع كل ده سوا، علشان نبدأ من جديد، بس من جوانا بجد وبقلب صادق. هنتكلم عن التربية والمواقف اليومية، وعن الفرق بين جيلنا وجيل ولادنا، وهنتعلم سوا ازاي نحافظ على الحلو اللي جوانا ونوصله له. هنعيش قصص حقيقية بتحصل على أرض الواقع، وتغيرات جذرية حصلت مع ناس قرروا يغيروا حياتهم بجد، ويعيشوا دلوقتي بكل تفاصيله، بس بريحة زمان وبأصول زمان. وأكبر حاجة إن في مفاجآت كبيرة جدا، مفاجآت هتعيشوها معانا بجد وهتنفذوها بنفسكم. لو الفيديو ده لمسك، اشترك دلوقتي في قناة ماكلين ومالين، وسيب لنا تعليق عن أكتر ذكرى عايز تورثها لولادك، لإخواتك، لأصحابك، لحبايبك، علشان نرجع لمة العيلة من تاني. علشان اللي جاي مش بس محتوى، وأنا مش بس صانع محتوى، أنا واحد منكم. اللي جاي خطوة كبيرة وحقيقية لرجوع كبير، وبإذن الله هنرجع مالين من تاني. لا مش مالين، هنرجع وطننا من تاني. أشوفكم على خير الحلقة الجاية بإذن الله.